مرحبا بكم في قناتكم دابا سبورتس. مساء الخير للجميع، أهلا بكم في المؤتمر الصحفي لهانزي فليك. صباح الخير هانزي. ماريو روبرت من وسائل الإعلام الرسمية للنادي. ما السيناريو الذي تتصوره للمباراة غدا؟ وفي هذا السياق، ما مدى أهمية دور الجمهور الذي سيدعم الفريق غدا في سبوتيفاي كامب نو؟ شكرا. كما تعلمون، أعتقد أن الجميع يعرف ما الذي سيحدث غدا. نحن متأخرون ب4 أهداف، لذلك نريد أن نجعل المستحيل ممكنا. هذا هو هدفنا غدا. نعلم جميعا أن الأمر ليس سهلا، لكننا في النهاية لا نستسلم أبدا، وسنبدأ هذه المباراة. من المهم بالطبع أن نحافظ على شباك نظيفة. هذا أمر مهم جدا، لكن الأهم أيضا هو الإيمان بنقاط قوتنا والإيمان بقدرتنا على تحقيق ذلك. مرحبا هانزي. رامون سالموري من إذاعة كاتالونيا. من أجل قلب نتيجة الإقصاء غدا، يحتاج برشلونة إلى أفضل نسخة من أفضل لاعبيه. من جهة هناك الرغبة والإصرار على العودة في النتيجة، ومن جهة أخرى هناك ضرورة إدارة مجهود بعض اللاعبين مثل حالة بايدري. لا أعلم إن كان برشلونة قادرا غدا على استنزاف بايدري حتى النهاية، والأهم إن كان من المناسب فعل ذلك. شكرا. نعم، علينا أيضا إدارة هذا الأمر. هذه هي اللحظة، وكما تعلمون لدينا العديد من المباريات بعد ذلك، لكنني أعلم أن هذه المباراة مهمة جدا. من الجيد أن يكون معنا، ثم سنرى إلى متى يمكنه اللعب. مرحبا هانزي. مارتا رامون من الراكو. كمدرب، عندما تواجه تحديا كهذا، والذي يعد ربما من أهم التحديات على مستوى قلب النتائج التي واجهتها، هل تعتبره فعل إيمان أو تفكيرا في الحظ أو أمورا تبتعد عن أرضية الملعب؟ أم أنك ترى أسبابا كروية واضحة وصلبة تدعو للإيمان بالعودة غدا؟ بالطبع، يجب عليك دائما أن تؤمن، وأعتقد أيضا أن كل من سيكون في الملعب من جماهيرنا سيدعمنا. ولدينا مثال جيد ونموذج يحتذى به قريب من الواقع. في الموسم الماضي عندما لعبنا هنا ضد دورتموند، فزنا 4-0، وكانوا يقولون في كل شوط نريد أن نسجل هدفين. ربما يكون هدفا واحدا، لكننا نعلم أن الأمر صعب. نحن نلعب ضد فريق رائع، لقد أذونا كثيرا في المباراة الأخيرة، لكننا أيضا قادرون على إيلامهم. مرحبا هانزي. سانتيفال على الهواء مباشرة لبرنامج كيتيه جوكس من سير كتالونيا. غدا من المتوقع، ونحن في انتظار موافقة الجهات المختصة، أن تكون هناك تجربة لمدرج التشجيع بحضور ما بين 700 و800 مشجع. يعمل النادي على ذلك ليكون هناك مدرج تشجيع في مباراة الغد. أود أن أعرف مدى أهمية وجود هذا المدرج بالنسبة للفريق وبالنسبة لكم، وهل افتقدتموه طوال هذه الفترة؟ كما تعلم، بالنسبة لي من المهم أن يكون كل من يرغب في دعمنا حاضرا ويكون جزءا منا في المباراة. وأعتقد أن الأمر لا يتعلق بالمشجعين فقط. كما أقول دائما، يجب أن تكون العلاقة بين الجماهير والفريق مثالية. غدا يجب أن تسير الأمور بشكل مثالي. إذا كانوا هنا واستطاعوا دعمنا، فأنا أقدر ذلك كثيرا. مساء الخير هانزي. ألفريدو مارتينيز من أوندا ثيرو. هل يجب على فريقك أن يقدم مباراة شبه مثالية من أجل التأهل؟ هل يكمن الخطر في التسرع أو الاندفاع أو التفكير في تسجيل الهدف الثاني قبل الأول؟ هل يمكن أن تكون هذه بعض مفاتيح المباراة؟ شكرا. من المبكر التفكير في ذلك بهذه الطريقة. لا، علينا أيضا أن نلعب بذكاء، ولكن مع ذلك الشغف لتحقيق الأمر. هذا ما أريد أن أراه من الفريق. أعتقد أننا رأينا في المباراة الأخيرة ضد فياريال فريقا مختلفا تماما. كان الجميع يقاتل، وكان لدينا الكثير من الحركية والكثير من الشدة في لعبنا. هذا ما علينا أن نفعله غدا أيضا، وأن نلعب كفريق واحد كوحدة واحدة. وهذا بالنسبة لمباراة الغد على وجه الخصوص هو المفتاح. مرحبا هانزي. تشافي ليموس من تي في 3. أود أن أسألك عن الذكرى التي تحتفظ بها من إحدى الليالي الكبيرة الأخيرة في كامب نو، مثل العودة ضد باريس سان جيرمان عندما فاز برشلونة بنتيجة 6-1. ما الذي تتذكره من تلك المباراة؟ وهل تعتقد أنها يمكن أن تكون نموذجا جيدا لما يمكن أن يعاش غدا؟ في النهاية، كما تعلم، أنا لا أفكر في الماضي أو المستقبل. ما يهم هو ما يحدث هنا والآن، وبالنسبة لي الأهم هو الغد. نعم، نحن نعرف تلك القصص،
وقد تكون نموذجا جيدا، لكن في النهاية علينا أن نخوض الأمر بأنفسنا. هذا عملنا. لقد جعلنا الأمور أكثر صعوبة قليلا في المباراة الأخيرة، لذلك علينا غدا أن نقدم أفضل نسخة منا. هذا ما أريد أن أراه من الفريق، وبالطبع نحتاج إلى دعم الجميع. مرحبا هانزي. ألبرت هيرنانديز من التلفزيون الإسباني. أود أن أعرف إلى أي مدى أثر غياب روبرت ليفاندوفسكي في تحضير المباراة أو في الفكرة التي كانت لديك لمواجهة الغد. برشلونة يحتاج إلى 4 أهداف ويفتقد مهاجمه الصريح الأساسي. نعم، علينا أن نتعامل مع ذلك. لقد تقبلنا الأمر. كان موقفا غير محظوظ لأنه أراد أن يستدير فاصطدم بكتف الخصم. نعم، سعيد لأنه تمكن بعد تلك اللقطة من تسجيل الهدف. كما تعلم، بالطبع غياب لاعبين مثله، مثل فرينكي أو جافي أو أيضا أندرياس، يكون دائما مؤثرا جدا. لكن في النهاية أعتقد أن الفريق دائما ما تعامل مع ذلك بشكل جيد. وكما تعلم، تكون دائما فرصة جيدة للاعبين آخرين لإظهار جودتهم، وأنا أرى الأمر كذلك، فرصة للاعبين آخرين. مرحبا، صباح الخير. جوان بوكيه من موندو ديبورتيفو. ما نسبة الحظوظ التي تعتقد أن برشلونة يملكها؟ لا أعلم. للفوز أم؟ للفوز. للفوز. نحن نلعب على أرضنا، لذلك نريد الفوز. لكننا نعلم أيضا أن الوصول إلى النهائي يتطلب منا القيام بأمور أكثر من مجرد الفوز. لكن في النهاية، كما أقول دائما، نحن لا نستسلم أبدا، وكل شيء ممكن. صباح الخير هانزي. أدريا فرنانديز من صحيفة سبورت. منذ عودته كان رونالد أراوخو أساسيا في مباراة واحدة فقط، وكانت ضد الباسيتي في الكأس تحديدا. أود أن أعرف إن كنت تراه جاهزا للبدء أساسيا في مباراة مهمة مثل مباراة الغد. هل يستطيع؟ بالطبع، ولم لا؟ في النهاية كما تعلم لدينا فريق، وهم يقدمون أداء جيدا. لدينا فريق شاب، وجميع اللاعبين في الدفاع يقومون بعمل جيد، ورونالد أيضا. سنرى. لا أستطيع قول ذلك الآن لأنني لم أحدد التشكيلة الأساسية بعد. أعرف نقاط قوته، وأعرف الجوانب الإيجابية التي يقدمها لنا، وعلي أن أفكر فيما سيحدث غدا. ماري كارمن توريس من صحيفة ماركا. أود أن أعرف إن كنت قد عشت كمدرب عودة مماثلة لتلك التي تحتاجها غدا، وهل أعددت مقطع فيديو تحفيزيا كما فعل بعض المدربين في مواقف مشابهة؟ شكرا. لن أتحدث عن هذا لأن الفريق يجب أن يعرف ذلك أولا، وهو أمر خاص. وعندما أفكر في الأمر، لا، لم أكن في مثل هذا الموقف من قبل. تشاكي خينيس مونيوث من وكالة إفي. أود أن أعرف إن كانت العودة تعتمد أكثر على اللاعب الجيد وتسجيل الأهداف ال4 المطلوبة على الأقل، أم أن هناك مجالا لمفاجأة أتلتيكو مدريد بشيء إضافي كتغيير في النظام، أو اللعب بمهاجم وهمي، أو ب3 مدافعين في الخلف، أم أن كل ذلك مستبعد، وأن الأمر يتعلق دائما بالرهان على أسلوب وشخصية برشلونة؟ نحن دائما نريد اللعب بأسلوبنا، بالطريقة التي يلعب بها برشلونة. في النهاية قد يكون الجواب مشابها لما قلته سابقا. نفكر في كل الأمور التي قد تحدث وكل ما قد يمنحنا أفضلية، لكن في النهاية علينا أن نرى أننا لعبنا المباراتين الأخيرتين بشكل جيد جدا، خاصة ضد فياريال، وهو أيضا فريق قوي. نعلم أن أتلتيكو يلعب بطريقة مختلفة قليلا. أعتقد أن الأهم هو أن نلعب كما قلت سابقا، كوحدة واحدة. كذلك عند فقدان الكرة يجب أن يشارك الجميع في العمل الدفاعي. عندما نفقد الكرة علينا أن نضغط فورا عليهم وأن نفرض عليهم الضغط. هذا ما أريد أن أراه من الفريق، الفوز في المواجهات الفردية وجعل الأمور غير سهلة عليهم، سواء في بناء اللعب أو في استعادة الكرة، خاصة أمام فرق تجيد التحولات بشكل مثالي. ليس من الجيد أن نفقد الكرة، لذلك علينا أن نحافظ عليها. مرحبا هانزي. هنا مارك فوستي من لا سيكستا. أود أن أسألك عن عامل لامين. في المباراة الماضية رأيناه يقدم أداء عالميا، وربما كان من أفضل ما قدمه مع برشلونة. يبدو متحمسا جدا، وعندما انتهت المباراة نشر منشورا كتب فيه: 99% احتمالات، 1% إيمان. لا أعلم إلى ماذا تتمسك أنت. هل إلى ذلك 1% من الإيمان، أم إلى رغبة لامين في قلب النتيجة؟ وما مدى أهمية أن يكون متحمسا إلى هذا الحد؟ في النهاية بالنسبة لي التركيز دائما يكون على الفريق.
أعتقد أن هدفه الأول جاء بعد استعادة رائعة للكرة وتمريره ممتازة من فيرمين، وبالطبع يملك الجودة، بل الجودة الاستثنائية لتسجيل هذا الهدف والتواجد في المكان المناسب في اللحظة المناسبة. وطريقة لعبه بعد ذلك كانت رائعة بالنسبة لي، وكنت سعيدا جدا بما قدمه. لكن في النهاية نحن بحاجة إلى الجميع، وليس إلى لامين وحده، بل إلى كل من في الملعب. وفي ختام هذا الفيديو أود أن أسمع آراءكم. ما هي توقعاتكم لنتيجة مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد؟ هل يستطيع برشلونة العودة وتحقيق ريمونتادا تاريخية تقلب كل الموازين؟ أم أن أتلتيكو مدريد سيؤكد تفوقه ويحسم التأهل من جديد؟ اكتبوا توقعاتكم في التعليقات، ودعونا نرى من منكم يمتلك نظرة المحلل الحقيقي. لا تنسوا وضع إعجاب للفيديو والاشتراك ليصلكم كل جديد.